تخيل معايا مصر بعد سنين احتلال وضعف، فجأة يطلع بطل يغير التاريخ كله. هنا تبدأ حكاية الأسرة الثامنة عشرة، أقوى وأشهر أسرة في تاريخ مصر الفرعونية. القصة بتبدأ مع الملك أحمس الأول، الشاب اللي قرر يطرد الهكسوس من مصر، وبعد سنين حرب ودم نجح يرجع كرامة البلد ويعلن بداية عصر جديد اسمه الدولة الحديثة. بعده يجي ملوك أقوياء، لكن المفاجأة الحقيقية كانت مع حتشبسوت، أول ست تحكم مصر كفرعون كامل. لبست زي الرجالة وحكمت بحكمة وقوة، وبنت معابد لحد النهاردة الناس مبهورة بيها، زي معبد الدير البحري. وفجأة انقلاب في القصة، يطلع تحتمس الثالث، أعظم قائد عسكري في تاريخ مصر، ملك ما خسرش ولا معركة، ووسع حدود مصر لحد ما بقت إمبراطورية تخوف. لكن الهدوء مكملش، يظهر ملك غريب جدا، إخناتون، قرر يلغي كل الآلهة ويعبد إله واحد بس، وغير شكل الدين والحياة، فالدنيا اتقلبت عليه، والكهنة كرهته والشعب احتار. وبعده يطلع طفل صغير محدش كان متوقع منه حاجة، توت عنخ آمون، ملك صغير عاش قليل، لكن موته عمل ضجة أكبر من حياته. ومقبرته لما اتفتحت قلبت علم الآثار كله، ولحد النهاردة لغزه مش محلول. وتنتهي الأسرة بملك قوي اسمه حور محب، يحاول يصلح الخراب اللي حصل ويرجع هيبة الحكم، لكن الأسرة خلاص كانت قربت تنتهي. الأسرة الثامنة عشرة مش مجرد ملوك، دي حكاية حروب، نساء حكموا، ثورات دينية، وأسرار لسه مستخبية تحت رمال مصر. لو حابب التاريخ صلي على النبي، وما تنساش الاشتراك علشان نكمل حكايات أعظم حضارة عارفها التاريخ. وانتظر اللي جاي، لأن الأسر اللي بعد كده أخطر بكتير. ألف تحية.